سكت الدكتور الفايد بارك الله فيه ورجع، بل ذهب أكثر من ذلك وقال بأني لست بعالم ولست بصاحب دكتوراه ولا أستاذا في الجامعة ولست حافظا لكتاب الله، وهذا جميل، لكن بقي له أن يخرج بشجاعة أخرى ويتبرأ من ثلاث. هذه الثلاث هي كبيرة وصعبة وسجلت عليه، ويجب أن يمسحها من تاريخه، لأن تاريخ العالم ليس كباقي تواريخ الناس، لأن العالم إذا قال شيئا سجل عليه وبقي مع علمه وصيرورة هذا البث وهذا الخير الذي أدعه في الناس، أي هذا العلم. والعلم لا يموت، نحن نموت، أما العلم لا يموت. فلا كما قال ابن عبد البر رحمه الله: العلم ولد الرجل المخلد. نعم، العلم ولد الرجل المخلد. ويقول آخر: فاظفر بعلم تعش حيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. إذا العالم حي بعلمه، هو يذهب ويموت، لكن علمه يبقى في الدنيا ساري المفعول لا يموت. ولهذا هذا العلم يجب أن يبقى نقيا صفيا، وعلى الدكتور أن يزيل هذه الثلاث، أقولها لكم إن شاء الله واضحة، ويفعل هذا طاعة لله وتقربا إلى الله واستجلابا لرحمته وبركاته. نعم، يقول الله تبارك وتعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. هكذا إن شاء الله. هذه الثلاث: الأولى قضية الإسراء والمعراج، وقال في الإسراء هذه الأولى. ثانية الثالثة إن شاء الله باختصار وببيان دقيق مريح إن شاء الله، تنويرا للناس وفهما للناس، لأن الناس إذا ما فهموش هذا الشيء يقع عندهم إشكال وخبال، ويتهمون العلماء ويقول لك احنا ما عرفنا الحق لا مع الدكتور الفايد ولا مع أهل العلم. نحن نبين للناس حتى يطمئن الناس، كل الناس يطمئنوا الحمد لله ويستريحون، والحق أبلج والباطل لجلج. الحق إن شاء الله واضح بفضل الله تبارك وتعالى، إلا أننا خصنا نبينه بأدب وأخلاق وحسن سلوك إلى غير ذلك. الدكتور الأولى قضية الإسراء والمعراج، وهو قال فيها بأن الإسراء والمعراج يعني الحديث في الصحيحين من حديث أنس أن جبريل جاء ببراق النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: فانطلقا حتى أتى السماء، فقيل: من هذا؟ قال: هذا جبريل. قال: ومن معك؟ قيل: محمد. قال: أو قد أرسل إليه؟ قال: نعم. قالوا: فنعم. قالوا: فمرحبا به، فنعم المجيء جاء. هذا حديث في البخاري كذا. وهذه القصة الإسراء والمعراج أنا ما أتكلم عن القرآن الحمد لله، أتكلم عن الأحاديث، والحديث وحي ثاني، لأن عندنا الوحيين القرآن والسنة، ويعلمهم الكتاب والحكمة، أي الكتاب القرآن والسنة، والحكمة هي السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان له وحيان، أي الوحي الأول هو القرآن، والوحي الثاني هي السنة الحمد لله. وهذا الوحي هو يقول بأن هذه الرحلة وما وقع فيها، وهي كانت رحلة عظيمة غيرت التاريخ وقلبت الدنيا وافتتن الناس، حتى قال الله تبارك وتعالى فيها: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. كثير من الناس انقلبوا وكفروا، والله ثبت المؤمنين حتى كان فيها خير كبير. قال ابن عباس رضي الله عنه: وما جعلنا، البخاري روى بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما، قال في قوله: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، قال ابن عباس: هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به. هذه مسألة واضحة سديدة معقولة، لا يجوز لأحد أن ينكرها. ولذا فعل الدكتور أن يخرج ويقول: أنا هذه الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وقع ولا حرج في ذلك، لا شيء الحمد لله. هذه الأولى. الثانية قضية حور العين. يقول في حور العين أن هذه المسائل ما كاين لا حور العين ولا 16. سبحان الله سبحان الله. حور العين يقول الله تبارك وتعالى: فيهن إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. ربي عز وجل يحبب للمؤمنين هذه الخيرات ويشوقهم إلى الجنات من أجل أن يعملوا، حتى قال في آيات أخرى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. إذا الله عز وجل أعد المؤمن هذا،
وشوقهم إليه وذكره لهم حتى إن شاء الله يتحفزوا ويتشجعوا ويعملوا الحمد لله بجد واجتهاد من أجل هذا الخير الحمد لله، من أجل طاعة الله ومن أجل رحمة الله ومن أجل ما عند الله وخوفا من الله ورغبة فيما عنده إلى آخره. هذا هي عقيدة المسلم الحمد لله. لا نقول بأن حر العين كذا، هذا كلام ما يصلح. دكتور الله يجازيك، خرج بواحد الشجاعة وهني المسلمين وهني راسك من هذا الشيء وسهل الحمد لله ما فيها والو. كما قلت أنا جاهل وأنا لا أعلم وأنا قل هذه إن شاء الله، لأن هذه المسألة سجلت ويجب أن تمحى ولا تبقى في أذهان الناس ولا في عقول الناس ولا تبقى في تاريخك الجميل. أنت قدمتني ناس وعلم كذا، هذه المسألة محيها ما تضيعلكش تاريخ، لأنها تبقى وصمة عار في حياتك ووصمة عار وثلمة في تاريخك العلمي وإلى غير ذلك، يجب أن تنزع وأن تسحب. بارك الله فيك. إذن الله تبارك وتعالى يقول وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. هذه غفلة وهذه عصبية وكذا. أنا أعرف بأن هذا طاغت الأمور فتكلم الإنسان بهذا الكلام الذي لا يدري ما يقول. طيب إذا نرجع الحمد لله ونقول هذه المسألة وانتهى الأمر. هذه الثانية. الثالثة فاسألوا أنا عقبت على هذا الثلاثي لأنه كبير وكبير بزاف، ولكن ان شاء الله مع التوبه والرجوع والتواضع لله تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح رواه مسلم من حديث ابي هريره وما تواضع احد لله الا رفعه الله. لا يبقى شيء مع التواضع والتصريح والرجوع لله تبارك وتعالى، ولا يهمنا احد، نحن يهمنا الله عز وجل والدين الاسلام، وتبقى الحصانه والحمايه وتبقى الرعايه لهذا الدين العظيم ويكون جميل. اذا الله تبارك وتعالى يقول الثالثة، النقطة الثالثة إن شاء الله فيها فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه آية قرآنية. ربي يقول فاسألوا أهل الذكر. قال العلماء فأهل الذكر الحمد لله على الحقيقة هم أهل القرآن والعلم بالكتاب والسنة والشريعة، هذا هو المقصود. ويبقى كل أهل الاختصاص. أنت مثلا إذا احتجنا حاجة في التغذية نسألوك، إذا احتجنا حاجة في الطب نسألوا صاحب الطب والفلاحة وكذا، هذه معروفة الحمد لله. إذا هنا يقول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر، أهل القرآن وأهل السنة أهل العلم الشرعي فاسألوهم. وهنا الحمد لله راه إلى غابوا هؤلاء العلماء، هؤلاء الذين يسألون عما أشكل على الناس من أمور دينهم، إذا غاب هؤلاء غابت الدنيا ولم يبقى دين ولا حياة ولا نجاة ولا سلامة ولا خير على الإطلاق أبدا. يبقى الظلام والناس يموج بعضهم في بعض فيأتي الهلاك والفناء. راه الدنيا شدها هؤلاء العلماء بما مكنهم الله به من العلم وما حفظهم وبما أبقاهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول حتى إذا لم يبق عالما، أي ربي عز وجل ما يبقاش عالم، حتى إذا لم يبق الله عالما اتخذ الناس ماذا؟ رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. اذا العلماء هم اللي شادين هذا الخير، الى خداهم الله تبارك وتعالى يبقوا الناس بدون علم، يبقوا جهلاء يفتون الناس، يضلون انفسهم يضلون انفسهم ويضلون الناس بما افتوا به، فتكون المصيبه وتكون المهلكه وتكون المحرقه، فلا يبقى حياه ولا دين ولا نور، نعوذ بالله. ولهذا فاسالوا اهل الذكر، هذا اصل عظيم من أصول الدين ومن أصول السنة ومن أصول المسلمين في اعتقاداتهم ودينهم. إذن على الدكتور إن شاء الله أن يرجع ويتراجع ويقول في هذه الثلاث، أنا أقول هذه الثلاث لأنها كبار، أمور أخرى إن شاء الله أهوان وستأتي إن شاء الله، فإذا تقلت هالثلاثة وتراجع على هالثلاث إن شاء الله أمور أخرى كلها الحمد لله ستكون بخير وعلى خير. إذن أرجو من الدكتور السفايد أن يقول للناس ويبين للناس بأن أنا أعتقد بأن فاسألوا أهل الذكر لا تعلمون، وحر عين كأمثال المكن كذا، وأعتقد بالإسلام كذا، وانتهى الأمر إن شاء الله. هذه الأمور ثلاث إن شاء الله أرجو من الله تبارك وتعالى أن يوفق الدكتور ليخرج إن شاء الله ويقول للناس هذه المسائل، هذا الذي أعتقده فيها، ويكون الحمد لله الأمر سليم وجميل. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، ونسأل